وضع نادي الزمالك شعار أكبر قلعة رياضية في مصر لأول مرة خلال تدريبات الفريق اليوم. الشعار الذي أثار جدلا واسعا الفترات الأخيرة ولاقى اعتراض من البعض دون سبب واضح، رغم أن الشعار لم يسيء إلي أحد، وذلك ضمن مساعي نادي الزمالك توسيع دائرة الشعار ليرتبط بشكل أقوي بالنادي خلال الفترات القادمة. ومن المنتظر أن يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إليه الإمارات للمشاركة في السوبر المصري بعد غد الخميس، حيث يخوض الزمالك مواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل على ملعب استاد آل نهيان في دولة الإمارات العربية المتحدة في نصف نهائي البطولة. يستعد نادي الزمالك لتقديم شكوى رسمية إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في نهاية الأسبوع المقبل، وذلك ضد اللاعب الغابوني رون بوبنزا. وأضاف المصدر أن الشكوى تأتي على خلفية عدم التزام اللاعب باتفاقه مع الزمالك، والذي تم